مشاهدينا الكرام، مساء الخير. نحييكم ونرحب بكم في هذه التغطية. من المفترض أن أكون معكم من خلال برنامج اتجاهات، وكنا نعيش هذه الأيام فرحة انتصار أكتوبر المجيدة، نعيش في قصص البطولة والفداء وما حدث وكيف تكاتف الشعب المصري بأجمعه في هذه الأيام المباركة. لكن الأحداث التي وقعت وتقع حتى هذه اللحظة أمام مبنى ماسبيرو استدعت أن كل الوضع يتغير. في تساؤل، وهذا التساؤل يعني بنطرحه لكل الشعب المصري: إيه اللي بيحصل لمصر؟ لمصلحة من ما يحدث في مصر؟ هل هان علينا الوطن إلى هذه الدرجة؟ يعني حتى الآن يمكن أكثر من 3 شهداء، 20 مصاب، وكلهم من جنود الجيش. وبأيدي من؟ ليس بأيدي الإسرائيليين أو بأيدي عدو، ولكن بأيدي فئة من أبناء الوطن. هذا الجيش الذي يضرب الآن، هذا الجيش الذي يحدث له الآن، هو الذي وقف إلى جوار الثورة. هذا الجيش هو الذي حمى الثورة ورفض أن تطلق رصاصة واحدة على أي من أبناء الشعب المصري. لنجد اليوم أن هناك من يطلق الرصاص على أبناء الجيش. أي فئة في المجتمع المصري مهما كانت مطالبها، سواء شرعية قانونية، بناء مبنى أو عدم بنائه، هل هذا يستحق أن نحرق وطن بأكمله؟ وأدعو الآن عبر شاشة التلفزيون المصري: أين حكماء الوطن؟ لماذا لا يظهر الآن حكماء الوطن ومن يتحدثون طوال الأيام الماضية عن الوطن وعن تماسك الشعب المصري وعن المرور من المرحلة الانتقالية وعن أن نعبر هذه الأزمة؟ أين هم الآن؟ أين هم الآن لنسمع صوت العقل، لنسمع صوت التروي؟ هل أصبح كل واحد منا كان يؤيد الثورة وفجأة يجد أن هناك مصلحة خاصة أو مصلحة ما لا تأتي على هواه ينقض على هذا الوطن كله؟ اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في بلدكم. لقد تحملنا الكثير والكثير، ويجب أن نتحمل الآن ونضحي من أجل مصر. 3 من جنود الجيش وأصيب 30 آخرون جراء إطلاق المتظاهرين الأقباط المحتشدين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون النار عليهم. أكد شهود عيان أن مئات المتظاهرين الأقباط الذين قطعوا طريق الكورنيش يقومون برشق جنود الجيش المكلفين بتأمين مبنى ماسبيرو بالحجارة والزجاجات الحارقة. تحاول قوات الأمن ورجال القوات المسلحة السيطرة على الموقف وتفريق المتظاهرين. وقد قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني بالحواجز الحديدية أمام مبنى ماسبيرو وإغلاق جميع أبواب المبنى لضمان عدم اقتحامه من قبل المتظاهرين. وأعتقد أن الصورة أمامكم الآن
اتكلم عربي لو تحب يعني. بس انا مش هروح تدلوم على الثلاجه تدلوم على الثلاجه قلنا عايزين نضرب البطاريه معاهم. ليه اماكن المهجد المهني ما تفرجش فيها لا العربية دي ايه؟ دي طبعا الجن. يعني دي مدرعة. انت موجود من بدري؟ فعلا في مدرعات ضربوا الناس؟ ضربوا الناس. كنا جايين
شويه يطلعوا يسقفوا لهم وشويه يروحوا لبينهم ويمشوا فيهم خالص. تصنيف مجموعه حوالينا البطارية مع الجيش، البطارية داخلين بيضربوا مع الجيش بيضربوا. لا 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 عشان بس أنا عندي طالعين كله مع بعض يعني ليه؟ البطارية والجيش لوحده. الله ربنا يخليهم كده الموضوع واضح كده. أنا بقول بس ركز خلاص.
اهدي كده مفيش اي حاجه. تعالى بس مفيش اي حاجه. تعالى اهدي مفيش اي حاجه. بس ما تقلقش. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. خلاص بقى، خلاص يا جماعة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الشيطان الرجيم والسماء العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. في شرطه موجود هناك زي ما حضرتك قلت وقالت معلش انت اقف واعتصم
بس ما تقفلش خط الطريق او ما ترميش حجاره على الناس او ما كانش الموضوع هيتطور. انما طيب يبدو الان دكتور ايهاب لا اعلم ان الامر دكتور ايهاب يوجد الان افراد من الجيش بالفعل دخلوا الاستوديو الان، هم متواجدون، لا نعلم يعني ان كان بالفعل يراد قطع البث ام لا، لكن الجيش الان متواجد. انا على الهواء، افراد من الجيش، انا على الهواء بس يا مصطفى، انا على الهواء انا مصري يا جماعه، انا على الهواء، انا مصري على الهواء، انا مصري. براحتك مصطفى، سيبه يا مصطفى، سيبه يا مين هو ممكن دي تكون من ضمن خطه التامين. طيب مصطفى اخرس يا مصطفى، اخرس براحته، سيبوه يدخل. الآن جندي أحد جنود القوات المسلحة الآن موجود داخل المبنى بسلاحه الآلي داخل الاستوديو وأنا على الهواء. يعني نتمنى على الأمر خير، ربما يكون هناك فقط تعاقب لأشخاص أو شباب ربما تواجدوا في المبنى، هم يحاولون إلقاء القبض عليهم. الأمر سوف يحل مشاهدينا، إن شاء الله الأمور تبقى على ما يرام. يعني براحتك اهدى، براحتك خالص، براحتك احنا معاك براحتك خالص، بالراحه دور زي ما انت عايز براحتك خالص. بس طيب الآن يعني يبدو أن الأمر يعني كما قلنا مشاهدينا هو مرشح للتطور. يعني الآن قوات الجيش موجودة الآن في المبنى، هم يبحثوا عن أشخاص ربما يكونوا قد هربوا، ويقولوا بأنهم حصل شيء من الضرب أو الاعتداء على قوات الجيش، يخشوا بأنه أفراد قد يكون خرجوا أو صعدوا إلى الاستوديو الذي نحدثكم منه الآن. عذرا يعني أرجو أن تقدروا ما نحدث به الآن. يعني أنتم تشاهدون الآن هذه الأصوات، أنا معيش أي حد خالص. هناك عدد من الجنود الغاضبين الذين دخلوا المبنى ويفتشوا في كل شيء، يعني ربما في الكنبة التي أمامي يعني، ويبحثوا في كل شيء ربما عن أشخاص ربما يختبئون من هؤلاء الشباب. لكن على أي حال الجيش الآن يحاول بسط سيطرته وبسط القبضة الأمنية على منطقة ماسبيرو لمحاولة لوأد هذه الفتنة ووقف هذه الأعمال التي تحدث الآن. الأمور بالفعل أصبحت الآن في الاستوديو تحت السيطرة، ولا شيء على الإطلاق. الأمور بالفعل مشاهدين الآن تحت السيطرة، وتم على ما أسمع يعني أنه الآن فقط هم يحاولون محاولات فردية من أشخاص أو من جنود فرديين الآن يحاول. دكتور إيهاب هل تسمعني دكتور إيهاب؟ عذرا دكتور إيهاب، ولكن الحدث كان أقوى مني يعني. طبعا أنا أعتذر للمشاهدين وأعتذر لحضرتك يعني. لا يا فندم، انا بسمح لي بستغل الفرصه دي بوجه تحيه للقوات المسلحه على الدور اللي هم بيقوموا بيه. وانا من اول ما طلعوا كنت بقول لحضرتك اكيد اللي هم بيعملوه ده اجراء وقائي، بيحاولوا يفتشوا. ف ندعو الله ان الامور تعدي على خير. طبعا. طيب اضرب تاني. ابوك الحمار زي شجرة الدر بالظبط. صور يلا بسرعة اجري. يلا نوارة حبيبتي، يلا عسولة نوارة يا عسل. ايه ده شوية؟ ايه ده؟ يا جدعان بس ما تنقذلوش على فكرة.
اتفضل على ماشي تعال كابتن ماشي محدش يضربه يا عم، لا محدش يضرب، محدش يضرب، محدش يضربه، محدش يضربه، محدش يضربه، محدش يضربه، الجيش اهو هيتصرف، محدش يضربه، الجيش اهو، الجيش اهو خلاص.
خلاص موجود. خلاص ما حدش يضربه. كلنا واقفين اخوات كده مش هينفع كده كلهم اتهبلوا. عايز ينقي ناس. ها؟ ايه؟ بالراحه 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 بالراحه. خلاص وقع على وشه وقع على وشه وقع على وشه يا جدعان، وقع على وشه. مش عايزين حد يموت، مش عايزين حد يموت. ما نموتش حد. احنا مش عايزين نموت حد. احنا مش عايزين نموت حد. انتوا يا عم كلمني اللي هيقف يا ابني عن الايه؟ ريح بس نفسك، اهم حاجه ما تلمسش وشك. ما تحطش حتى عليها خل، ما تحطش اي حاجه. خلاص يا عم
عم لا تتكسر. اقفلوا يا جدعان عشان ما تتكسرش. يا رب. خش. خد بالك خد بالك. بنقول ايه ده؟ تعال. لكن ايه مسيحي واقف في وسط المسلمين ولا حاجه؟ هو في فرق مسيحيين ومسلمين هنا ولا ايه بالظبط؟
محدش يمشي يلا، محدش يمشي، محدش يمشي يا عم. ارجع يلا، ارجع يلا يا ولاد المعرضة. طبعا ما كانش فيه ولا مشكلة. الله الضربة حصل امتى؟ انت في حمايتنا. الله سلام. ما تخيل الفرد العسكري مصري. الله سلام. دورهم اللي عايشين فيه. ما حد يدي بلد يا ولد. احنا نعني كيف؟ الشعب والجيش ايد واحدة. 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 حصل فوجئنا ان جيشنا مش شعب مصري بس المستهدف، جيش مصر هو المستهدف. وصل لهم الامر ان هم جيش مصر الدرع الفاضل هم عايزين يسقطوه. ولو الكاميرا جابت دليل كلامي تبص للعربيات وعساكر الجيش اللي اتقتل باسلحه ناري كان معاهم نازلين مسلحين الميدان. يعني من شبرا مسلحين. يعني الهدف بان هو اسقاط جيش مصر. لصالح مين؟ لصالح مين؟ لا انا ليبيا ولا انا سوريا ولا انا لبنان ولا انا العراق، انا مصر.
جايين عاملين حسابه.
خش فيه. تعالى. أين المجلس العسكري؟ أين السيد رئيس أركان الجيش سامي حنان؟ أين السيد منصور العيسوي؟
إصلاحية في طريق إقامة حياة ديمقراطية، وتعهدنا مرارا بأن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب، فلم نطمح في اعتلاء كرسي الحكم ولم نسعى لذلك، ولكننا كنا نعلم مسبقا أن العمل السياسي يقتضي الاختلاف في وجهات النظر، وربما يتجاوز هذا الاختلاف إلى حد المزايدة، وهو ما حدث بالفعل. وتعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثيرة تحملناها على خلاف طبيعة العمل العسكري لإدراكنا بطبيعة المرحلة الانتقالية. كنا وما زلنا على قرارنا الأول منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فلم نطلق الرصاص على صدر مواطن مصري، فالعسكرية المصرية العريقة لديها عقيدة راسخة بأنها جزء أصيل من شعب مصر، مهمتها الدفاع عن الوطن، ولا يمكن أن نسمح أبدا بالوقوف أمام الشعب، وكنا لا نتهاون أبدا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تجاوزات فردية في هذا الشأن. كان هدفنا الأول منذ بدء المرحلة الانتقالية هو إعادة الأمن للشارع المصري، وتذكرون جميعا كيف كانت الحالة الأمنية خلال هذه الفترة، وقدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدرتها على حفظ الأمن في إطار القانون. وربما لم يكن البعض يرضى عن أدائها، لكن المؤكد أن كفاءتها في تطور مستمر رغم محاولات إضعاف همتها وكسر إرادتها. لم تكن إدارة البلاد في ظل المرحلة الانتقالية بالسهولة التي يتصورها البعض والتي يتحدث عنها كثيرون في وسائل الإعلام المختلفة، فالكلام سهل، أما العمل على أرض الواقع فهو مختلف. فالاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا مرة أخرى للخلف. لكننا في القوات المسلحة مدرسة الوطنية تعودنا على مواجهة الصعاب، ونتدرب على الصبر حتى نحقق الهدف بالتخطيط المحكم والإصرار على النجاح. حاول البعض جرنا لمواجهات وتحملنا المصاعب والتجريح والتشويه، ولكننا لم نستجب لتلك المحاولات، وكنا دائما ولا زلنا نلتزم ضبط النفس لأقصى درجة. وقد تحملت معنا الحكومة هذه المصاعب، فالاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وغير الفئوية لا تتوقف، والإنتاج يتعطل، وبالتالي تقل الموارد. رغم ذلك فنحن كمجلس عسكري للقوات المسلحة وحكومة كنا دائما مطالبين بالمزيد، وهي معادلة غير متزنة على الإطلاق، ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة كانت مصر ولا زالت في أمس الحاجة إليها. لم ننفرد باتخاذ قرار سياسي، وكنا دائما نستطلع آراء القوى السياسية والوطنية وائتلافات شباب الثورة المختلفة، ونسعى لاتخاذ القرار الأقرب إلى التوافق. ومنذ اليوم الأول بدأ التخطيط لعملية سياسية تنتهي بتسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة بإرادة ديمقراطية حرة، فتم الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية وإصدار إعلان دستوري، وتم سن عدة قوانين للإصلاح السياسي، والتزمنا بالمسار الذي توافقت عليه غالبية القوى السياسية، وتقرر أن تبدأ عملية بناء مؤسسة برلمانية في انتخابات حرة نزيهة. لكننا كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات يزداد التوتر والخلاف بشكل غير مبرر على الإطلاق. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يهمه سوى مصلحة الوطن، ولا يهمه من سيفوز في الانتخابات أو من سيتولى الرئاسة، فالأمر كله مرهون بإرادة الشعب، ولا رجعة في هذا التوجه الديمقراطي الذي ارتضاه شعب مصر وناضل من أجله في ثورة 25 يناير. وأمام ادعاءات البعض بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطؤ في تسليم السلطة، تم الإعلان في جدول زمني محدد لذلك.
على المسار الذي حدده الشعب في استفتاء 19 مارس. أعلنا مرارا وتكرارا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، لا ننحاز لطرف على حساب أطراف أخرى، فنحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف أو انتقاء. ورغم ذلك يتهمون البعض بالانحياز، وأعلنا مرارا وتكرارا أننا أوقفنا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا في الحالات التي ينطبق عليها قانون القضاء العسكري. شعب مصر العظيم، إن ولاؤنا الوحيد في القوات المسلحة لشعب مصر وأرض مصر، وإن الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إنما تستهدف إضعاف هممنا وعزائمنا، وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة عبر تاريخ طويل، بل وتستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من قبل بعض القوى التي تعمل في الخفاء لإثارة الفتن وإحداث الوقيعة، إما بين الشعب والقوات المسلحة أو بين فصيل وآخر من المصريين. شعب مصر العظيم، إن ما نشهده الآن في الشارع المصري وبعض وسائل الإعلام من اتهامات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولات التشويه والتخوين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، فنحن نتحمل مسؤولية وطنية في ظروف تاريخية استثنائية، لا نطمح في الحكم ولا نبغي إلا وجه الله والوطن. إن القوات المسلحة ترفض رفضا تاما هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل، وهو أمر لو استمر سيؤثر سلبا على القوات المسلحة الباسلة التي أدت أدوارا وطنية يحفظها لها التاريخ. لقد قررت ما يلي: قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة، والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012. إن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمح في الحكم، وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وإنها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا والعودة إلى مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المواطنون، أبناء شعب مصر العظيم، مرت مصر بساعات عصيبة مؤلمة لكل مواطن مصري شريف ومخلص، فقد شهدنا أحداث عنف غير مبررة راح ضحيتها عدد من أبناء مصر الشرفاء من المدنيين والعسكريين. هذه الأحداث عادت بنا للخلف خطوات، وألقت بظلال من الخوف والذعر على مستقبل الوطن، وبدلا من أن نتقدم للأمام لبناء دولة حديثة على أسس ديمقراطية سليمة، عدنا لنبحث عن الأمن والاستقرار والشك في وجود أصابع خفية خارجية وداخلية تريد أن تقف أمام إرادة الغالبية العظمى من شعب مصر ورغبتهم في إقرار نظام ديمقراطي سليم. أيها الأخوة المواطنون، إن أخطر ما يهدد أمن الوطن هو العبث بملف الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بين المسيحيين والمسلمين من أبناء مصر العزيزة، وهو كذلك بين الشعب والجيش، وهو مناخ يتيح الفرصة لأعداء الوطن كي يعبثوا بأمنه ويثيروا الفرقة والشتات. هذا هو الهدف
ولكننا لن نستسلم لهذه المؤامرات الخبيثة ولن نقبل بالعودة إلى الخلف. فلا أحد من شعب مصر يقبل بهذا الخراب الذي شاهدناه اليوم. من الصعب أن نركن لفكرة أن ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية هو فتنة طائفية، ولكن المؤكد أنها مشهد من مشاهد هذه المؤامرة، وأثق في قدرة المصريين على تجاوز الأمر والفطنة لأبعاد هذه المؤامرة. إنني هنا من نفس مكان الأحداث المؤسفة أدعو الشعب المصري بكل طوائفه، مسيحيين ومسلمين، رجال ونساء، شيوخ وشباب، للتماسك والوحدة في التصدي لهذه المؤامرات الدنيئة. أدعو رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأدعو رجال الأعلام والفكر والثقافة والفن لتحمل مسؤولياتهم الوطنية في سد الثغرات في نسيج الأمة، والتي يتمكن مثير الفتن من النفاذ من خلالها للعبث بأمن وسلامة الوطن. وقد عقدت اجتماع اليوم مع المجموعة الوزارية، مجموعة إدارة الأزمة الوزارية، وحضرنا معا لموقع الحدث، واللي في الحقيقة يعني المشاهد كانت مؤلمة للغاية. ومن هنا أدعو كل مصري ألا يستمع لشائعات تصاغ هنا وهناك، وألا يتحرك بناء على وشاية أو ادعاء خبيث، فالوطن فيه خطر نتيجة هذه الأحداث المتلاحقة والتي تعكس تربص واضح بمقدرات الوطن. الأخوة المواطنون، أثق في وطنيتكم وإخلاصكم وإيمانكم بالله والوطن، واحذروا الفتنة بينكم، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. حفظ الله الوطن وثورته، حفظ الله مصر وثورتها وشعبها.
هذه الأنفس التي اجتمعنا بسببها اليوم، يا رب نيحها في ملكوت السماوات. افتح لها يا رب أبواب السماء واقبلها إليك كعظيم رحمتك. افتح لها يا رب باب البر لكي تدخل وتتنعم هناك. افتح لها يا رب باب الفردوس كما تفتحه للأبرار. افتح لها يا رب باب الملكوت لتشارك جميع القديسين. افتح لها يا رب باب الراحة لترتل مع كافة الملائكة ولتستحق أن تنظر النعيم ولتدخلها ملائكة النور إلى الحياة ولتتكئ في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذه الأنفس اغفر لها يا رب خطاياها التي صنعتها بمعرفة وبغير معرفة معا، لأنك أنت يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها، وبرحمتك عزي كل الذين خلفتهم أهل بيتهم. في سماء الخالد مع الرب الآمين لنا شهداء فرحين، شهداء مسبيرون أسمائهم كتبت في السماء مع صفوف الشهداء يمجدون رب الفداء، شهداء مسبيرون خرجوا في مسيرة سلمية رافضين السلبية لهم طلبات أساسية، شهداء مسبيرون صوتهم صارخ كالمعمدان بيقولوا أنا إنسان ليا حق وكيان، شهداء مسبيرون رافعين بإيديهم الصلبان منددين بالأحداث على كنيسة أسوان، شهداء مسبيرون هجموا عليهم بالدبابات والأسلحة والمدرعات مع جراح وإهانات، شهداء مسبيرون فضربوهم الغوغاء فنزفت منهم دماء فصاروا من الشهداء، شهداء مسبيرون وقفوا بإخلاص فقتلوهم بالرصاص فرنت لهم الأجراس، شهداء مسبيرون أجراس التهليل بأفراح ملهاش مثيل وعلى رؤوسهم كليل، شهداء مسبيرون شهدوا للمسيح بصوت عالي وفصيح بإيمانهم الصحيح، شهداء مسبيرون وفي جناز رهيب ومشهد عجيب ودعاء كل حبيب، شهداء مسبيرون والبابا شنودة القديس ومعه أبائنا الأحبار باركوا صلاة التجنيد، شهداء مسبيرون وكل الشعب ينوح والقلب عليكم مجروح ودمكم مش هيروح، شهداء مسبيرون ودماءهم سالت كالأنهار فصار لهم تذكر مثل الشهداء الأبرار، شهداء مسبيرون كلنا صرخنا بهتافات وشعارات ومظاهرات منددين بالاعتداءات، شهداء مسبيرون أعلنا صوم وصلاة مدة 3 أيام لكي يتمجد الله.
شهداء مسبيرو مثل يونان في بطن الحوت، وأيضا الملكة استير أنقذت شعبها من الموت. شهداء مسبيرو كريا ليسون زمن نقلت جبل بإيمان فيعة ابن زرع السورياني. شهداء مسبيرو والمعز لدين الله رآه بعينه فنطق وفتح فاه. شهداء مسبيرو إلهكم حي وقدوس تنحني له الرؤوس فخجل إبليس المنجوس. شهداء مسبيرو وشعرنا ربنا موجود والشهيد لا يموت ده مع يسوع مبسوط. شهداء مسبيرو وأباءنا الأحبار في 6 أكتوبر خصصوا لكم مزار. شهداء مسبيرو يا شهداء فدينا دمكم شجرة تروينا وتجدد الإيمان فينا. شهداء مسبيرو اذكروا راعينا البابا شنودة أبينا لكي يقوي فدينا. شهداء مسبيرو صلوا كل الأوقات ليصنع الله آيات لأجل استقرار البلاد. شهداء مسبيرو تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إلى شهداء مسبيرو أعنا أجمعين. أكسياتي أجيا مريتي با أرسينوس أكسيوس أفا أنساناسيوس بأبوستوليكوس أكسيوس